شيخ مجد الدين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل نص على الأئمة الاثنى عشر بأسمائهم أم ذكر العدد فقط؟ يا شيخ مجد الدين، عاهدتك شجاعا لا تكن جبانا، جيب على سؤالي واترك فلسطين، فلسطين لأصحابها. ما علاقتكم فلسطين أنتم؟ لما اجتمع المسلمون في حرب أكتوبر 73 ما كان في فريق واحد صغير للشيعة إلى جانب المسلمين يحاربون اليهود. اترك فلسطين، لها رجالها يدافعون عنها. أنتم من أبعد الناس عن فلسطين. تكلم عن سوريا الذي يقتل فيها الرافضة أهل السنة 5 ملايين، 22,000 طفل قتل من أهل السنة على يد الروافد، إخوانك الرافض. اترك هذا الموضوع، جيب لي على موضوع، على سؤالي الآن مشغول، ولكن عم تتصل في كثير. أنا لا أحب الجدال. الناس تقتل من المسلمين في كل أنحاء العالم وأنتم مشغولون بهذه الأمور التي هي من البديهيات وكل المسلمين يعلمون بها. وأنا قلت لك حتى كبار علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة إخواننا. انظر مثلا، أتذكر على ما هو في رأسي الآن، مثلا ماذا يقول الإمام الذهبي في ترجمته للصحابة في كتابه المعروف وهو مصدر مهم عند أهل السنة والجماعة، سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي. ماذا يقول الإمام الذهبي؟ يقول عن الأئمة الذين هم أئمة 12 عند الشيعة، أئمة عند المسلمين الشيعة. ماذا يقول عنهم الإمام الذهبي في ترجمته في كتابه سير أعلام النبلاء؟ يقول: مولانا الإمام علي من الخلفاء الراشدين المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه، نحبه أشد الحب ولا ندعي عصمته ولا عصمة أبي بكر الصديق، وابناه الحسن والحسين فسبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدا شباب أهل الجنة، لو استخلفا لكانا أهلا لذلك. وزين العابدين كبير القدر من سادة العلماء العاملين يصلح للإمامة وله نظراء وغيره أكثر فتوى منه وأكثر رواية. وكذلك ابنه أبو جعفر الباقر سيد إمام فقيه يصلح للخلافة. وكذا ولده جعفر الصادق أبي عبد الله كبير الشأن من أئمة العلم، كان أولى بالأمر من أبي جعفر المنصور. وكان ولده موسى الكاظم كبير القدر جيد العلم أولى بالخلافة من هارون وله نظراء في الشرف والفضل. وابنه علي بن موسى الرضا كبير الشأن له علم وبيان ووقع في النفوس، صيره المأمون ولي عهده لجلالته فتوفي سنة 300. وابنه محمد الجواد من سادة قومه لم يبلغ رتبة آبائه في العلم والفقه. وكذلك ولده الملقب بالهادي علي الهادي شريف جليل. وكذلك ابنه الحسن بن علي العسكري رحمهم الله تعالى. ولم يثبت عند المسلمين السنة، ولكنه الإمام الثاني عشر بإجماع كل المسلمين سواء ولد أو لم يولد، لكنه سيظهر في آخر الزمان فهو إمام، وهو الإمام الثاني عشر. وهؤلاء الأئمة هم أئمة المسلمين الشيعة، وهم أئمة للمسلمين السنة أيضا. يا شيخ مجد الدين، أنا ما سألتك هذا السؤال، أنا ما سألتك لتقرأ علي ما قاله الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء عن آل البيت. ما سألتك هذا السؤال، أنا سألتك عن حديث نص
فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الأئمة بأسمائهم. حتى هذا الكلام الذي ذكره الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء لم يقل بأن هؤلاء أئمة، قال يصلح للخلافة ويصلح كذا ويصلح. أنا سألتك عن نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأئمة عليهم السلام بأسمائهم، هذا الذي طلبت منك يا شيخ مجد الدين. ثم يا شيخ مجد الدين، هذا الذي قرأته الآن علي من سير أعلام النبلاء والله هذا كان عليك أن تخجل ما تقرأه أصلا، هذا في رد عليكم، هذا في فضيحة للشيعة، هذا والله سيضحك عليك الناس، هذا سيفضحكم، الحافظ الذهبي يفضحكم. الكلام الذي قرأته من سير أعلام النبلاء هذا مذكور في ترجمة المنتظر عندكم، أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري، خاتمة الاثني عشر سيدا الذين تدعي الإمامية عصمتهم ولا عصمة إلا لنبي. أنتم تقولون بأن الأئمة عندكم معصومون، ولعل الذهبي يقول لا عصمة إلا لنبي، ويقول الذهبي ومحمد هذا هو الذي يزعمون من الرافضة أنه الخلف الحجة، وأنه صاحب الزمان، وأنه صاحب السرداب بسامراء، وأنه حي لا يموت حتى يخرج فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وشورا، فوددنا ذلك والله وهم في انتظاره. سمع هذا كلام الذهبي، لا تخجل يا شيخ محمد الدين من هذا الكلام، وهم في انتظاره من 470 سنة، يعني وقت الذهبي ينتظروا الآن 700 أخرى. ومن أحالك على غائب لم ينصفك، فكيف بمن أحالك على مستحيل؟ هو يرى الذهبي أن إمامكم مستحيل والإنصاف عزيز، فنعوذ بالله من الجهل والهوى. هل يتهمكم الذهبي بالجهل والهوى؟ حديث المتواتر عند جميع المسلمين السنة والشيعة، هذا حديث متواتر مجمع عليه عند كل المسلمين من جميع مذاهبهم. قول رسول الله صلى الله عليه وآله عن حين كان يحتضن الإمام السبط الحسين الشهيد، قال أمام الصحابة: ابني هذا الحسين إمام، ابن إمام، أخو إمام، أبو أئمة 9، تاسعهم قائمهم، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذا الحديث عن رسول الله متواتر ومجمع عليه عند كل المسلمين. وأئمتنا الذين ذكرت أسمائهم وقد ذكرهم الحافظ الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء، وأجمع وأكد على فضلهم وأحقيتهم بالخلافة، هؤلاء كلهم من ذرية سيدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي السبط الشهيد. حديث هذا ابن إمام أخو إمام أبو أئمة 9، تقول حديث متواتر. أتحداك تذكر هذا الحديث من كتاب من كتب أهل السنة أو حتى من كتبكم بإسناد. يلا، أنت إنسان، ماذا أقول عنك؟ تريد أن تلبس الحق، تلبس الباطل الحق. أنت إنسان تريد أن تهرب وتريد. أنا لا أريد جدال، أنا قلت لك لا أريد جدالكم، لأنكم أنتم لستم قوما تبحثون عن الهدى ولا تبحثون عن الحق، أنتم فقط تبحثون عن مناظرات استعراضية فقط لأجل حشد مزيد من الجماهير ولأجل كسب الأموال عن طريق هذه المناظرات ولأجل ابتزاز المسلمين وسرقة أموالهم بغير حق. هذه أهدافكم، ليست أهدافكم أن تبحثوا عن الحق. أنت تتهمني بما أنت أولى به، لست أنا كما تصفني. أنا لم أقلل أدب معك أبدا أبدا، لم. أنا قلت لك بكل احترام أنا لا أريد الجدال، وأنا مشغول
ولم أقلل أدب معك. أنت اتهمتني بصفات هي أنت أولى بها مني، لست أنا مما يتمتع بهذه الصفات. أنا أتكلم معك بمحبة وباحترام، ولكن أنت تريد الإساءة فقط لأجل الاستعراض أمام المستمعين والجمهور من إخوتنا أهل السنة، فقط لأجل حشد المزيد من الأتباع لك، ولأجل أن تكسب عرض الدنيا والشهرة، ولأجل أن تكسب الأموال من الذين يستمعون إليك. أنت تطلب الدنيا، أما نحن نطلب الآخرة. أنا أجيبك، أنا لا أريد الجدل، أنا أجبتك فقط حتى لا تتهمني بالضعف أو الهروب. وأجبتك من كتاب الحافظ الذهبي، وأنت تقول أن الحافظ الذهبي يرد علينا. ماذا يرد علينا الذهبي إذا كان يصف بعض الأئمة أنهم أهل للخلافة، أو يقول هو أفضل من أبو جعفر المنصور، أو يقول أن بعض الأئمة يقول أنه أقل فضلا ممن سبقه، ويصف الأئمة حسب رأيه. فكيف تقول أنه يرد علينا؟ يعني كيف؟ فلو كان يرد علينا أو يريد أن يجارينا بأمر معين، فيجب عليه أن يعترف بعصمة الأئمة كما نحن نؤمن ونعتقد بعصمتهم جميعا. فهو بأول حديثه قال عن الإمام علي بن أبي طالب أنه ليس معصوم، كما أن أبا بكر ليس معصوما. فهو لا يرد علينا، هو يصنف كتابا وعلميا ويضع ترجمة لكل العلماء المسلمين والصحابة. ليس كتابه ردا على الشيعة كما أنت تدعي. لا أعلم يا فلان هل أنت عالم أو لست عالم. ما هو كتابه كتاب علمي وليس ردا على الشيعة أصلا. يا شيخ مجد الدين، لا تعرض نفسك للسخرية والمهزلة. ما يوجد حديث في كتبنا نص فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأئمة بأسمائهم. لا تعرض نفسك للسخرية والمهزلة. أقسم بالله تعرض نفسك للسخرية والمهزلة فقط. أنا أنصحك اعتمد على كتبكم. أقسم بالله لو جئتني بالحديث الصحيح من كتبكم أنا أخذ به. كتبنا انساهم بالك، ما في حديث حتى في كتب الموضوعات عندنا، فضلا عن الكتب التي اعتنت بالاحاديث الصحيحه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.